عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري. عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المدني التابعي الثقة، كان أحد ثقات أهل المدينة. كان أبوه أميرا للديار المصرية في عهد عثمان بن عفان، فنشأ هو في مصر وأخذ بها وحدث بها، ثم انتقل إلى الحجاز وحدث بالحجاز أيضا، ثم أوى إلى مكة وجاور بها ومكث بها إلى أن مات رحمه الله على رأس 100. وأبوه عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري الصحابي أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن الرضاعة أرضعته أم عثمان بن عفان. وأسلم، هذا من المتأخرين ممن أسلم قبيل الفتح، وهاجر، أسلم قبل الفتح وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب له الوحي، ثم استزله الشيطان فارتد ورجع إلى قريش إلى مكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لكن لما كان فتح مكة لكن هذا أخوه عثمان رضي الله عنه استجار له النبي صلى الله عليه وسلم فأجاره. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستزله الشيطان فلحق بمكة، فلما كان الفتح يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره ابن عباس مختصرا ذكره سعد بن أبي وقاص مطولا، فقد روى النسائي عن سعد رضي الله عنه أنه لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم ولو لقيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. من هؤلاء هذا عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فاختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به عثمان بن عفان حتى وقف به على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله بايع عبد الله. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، لم يمد إليه يدا ليبايعه. فلما رأى ذلك